نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويلا بينا كده نعمل كده القهوة الباردة ديت. طبعا الجو حر جدا، فاحنا بنبقى لعشاق القهوة بقى تعجبهم قوي طريقة القهوة ديت. طبعا معايا كده تلج. جبت التلج كده ومسكته كده بالمعلقة الخشب كده، دقيته كده في الكيس. بقى معايا التلج كده يعني اهم حاجة ان التلج نعميه على قد ما تقدري، عشان ما بوريكم المعلقه اللي انا دقيت بيها. وجبت كده معايا 4 بواكي كده من النسكافيه، ومعلقتين كبار. معلقتين كبار من السكر. بس السكر لما يكون معاكي ناعم بيكون افضل، عشان خاطر احنا معانا تلج، فالسكر لو خشن جامد مش هينعم معاكي. وعلى قد ما تقدري نعمي التلج عشان خاطر ما يطرش منك. ولو لقيتي حاجه يعني اضيق شويه يعني تضربي فيها بالمضرب، هيكون افضل من الطبق، يعني يكون واسع وكده زي ما انا عملت. ف زي ما انت شايفه كده ما شاء الله، قوامه تقيل خالص، هو ده اللي انا عايزاه. وطبعا هيكون معايا كده هحط كده ايس كريم. ايس كريم الفانيليا الصراحه بيكون جميل جدا معاه. وبرضه هحطه كده، هو ممكن انك تاكليه كده مع الايس كريم، وممكن تحطي برضه لبن. انا هعمل كده باللبن، وهحط برضه من غير، يعني هعمل برضه بالايس كريم كده من غير لبن. الصراحه كان جميل جدا. طبعا احنا معانا يعني اللبن متلج. معايا اللبن كده فيه تلج، وبرضو النسكافيه كان فيه تلج برضو زي ما انت شايفه كده. بدأت ان انا اديله تقليبه بسيطه كده، زي ما قلت لك. انا سبت كده في كوبايه وفنجان برضو سايباهم من غير ما احط عليهم لبن. بس ممكن احط شويه صغيرين خالص من اللبن، او ما تحطيش براحتك خالص. ورشه خفيفه كده من النسكافيه، ممكن ترشي رشه من الكاكاو براحتك خالص. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش بقى باللايك الجميل بتاعكم.